تصريح خطير من زين الدين زيدان بعد فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي يصدم الملايين. انظر ماذا قال. بعد فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي بنتيجة 0-2، فقد صرح بعد المباراة زين الدين زيدان وأدلى بتصريح لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: أنا حزين كل الحزن لخسارة المنتخب المغربي اليوم أمام المنتخب الفرنسي، وكنت أتمنى فوز المغرب، فهذه كرة القدم، فلا بد من فريق فائز وخاسر. فالمنتخب المغربي فاجأني بمستواه الرائع وتصدر المجموعة السادسة التي ضمت 2 من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، كرواتيا وبلجيكا، اللذين احتل المركز الثاني والثالث بالترتيب في نهائيات كأس العالم السابقة في روسيا 2018، ثم أطاح بمنتخب أسبانيا المتوج بلقب المونديال في جنوب إفريقيا عام 2010. وتسببت خسارة المنتخب الأسباني أمام المغرب في إقالة المدرب الفني لأسبانيا لويس إنريكي، ولم تهتز شباك المنتخب المغربي سوى مرة واحدة فقط في 4 مباريات لعبها في المونديال، ويعد أقوى خط دفاع في هذه البطولة. وكذلك المنتخب المغربي لديه حارس مرمى عملاق هو ياسين بونو، الذي لعب دورا حاسما في الفوز على اسبانيا بعد التصدي لركلتي الجزاء، والحلم أصبح حقيقة. وكان من الممكن أن نرى منتخبا عربيا يرفع كأس العالم في حال لو كانت المغرب فازت على فرنسا، ولكن هذه مشيئة الله. وأهم ما لفت نظري في المنتخب المغربي هي قوة هذا المنتخب. وأضاف زيدان: أهم نقاط القوة في المنتخب المغربي هي اللعب الجماعي والالتزام التكتيكي، بالإضافة إلى التقارب الشديد بين خطوط الفريق الثلاثة. وعلاوة على ذلك يتمتع المنتخب المغربي بفاعلية كبيرة في خط الهجوم بقيادة النصيري وحكيم زياش. أما من وجهة نظري سبب الهزيمة أمام المنتخب المغربي فهو الإرهاق، بعدما لعب المنتخب المغربي 120 دقيقة أمام أسبانيا، واحتمال من كثرة الإصابات التي تعرض لها لاعبو المنتخب المغربي. وأنا سعيد بالمستوى الذي وصل إليه المنتخب المغربي، فهو شرف العرب والقارة الإفريقية، وأنا سعيد أنني عربي وفخور بما فعله المنتخب المغربي. فأنا على الرغم أنني جزائري إلا أنني أحب المغرب كثيرا، وأنا دائم الزيارة أنا وعائلتي إلى المغرب، فأنا أحب شواطئ المغرب كثيرا ونستمتع بها كثيرا. كذلك الشعب المغربي من الشعوب الطيبة والراقية المحببة إلى قلبي. فالمغرب ليس وليد اللحظة، وإنما المغرب يمتلك حضارة عريقة. كان هذا تصريح زين الدين زيدان لقناة الدوري والكأس القطرية. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.